من وجودك معنا شيخنا الكريم الشيخ بشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير، هل هناك خطوات عملية ممكن الإنسان يطبقها إذا يلجأ إلى حفظ القرآن الكريم؟ أنا قلت قبل شوي يعني ممكن ألخصها أن يخلص النية، نعم. ثم يعزم على إتمام هذا الحفظ بوضع يعني هدف وخطة زمنية. نعم. أيضا يداوم. نقدر نستفيد من تجربتك الشخصية بالحفظ؟ والله أنا يعني إذا تحب طبعا. تجربتي ممكن تحبط كثير من الناس. ليش لا عليه يعني؟ لا يعني تجارب غيري ما شاء الله يعني أفضل مني، لكن أنا يعني كنت مخصص وقت يعني اللي هو بعد الفجر للحفظ، وأيضا بعد الظهر لأني كنت أحفظ مقدار كبير وهو ربع حزب يوميا، تقريبا صفحتين من مصحف الملك فهد رحمة الله عليه. وهذا أمر مهم أن يخصص مصحف ثابت حتى يعني يستذكر الرسم. فأيضا بعد الظهر كنت أحفظ. بعد المغرب يعني أقرأ على يعني صاحبي العزيز مسي عليه بالخير الدكتور محمد الشهري. كان يعني كنا نحفظ يعني ونستعين يعني ببعض أنه يسمع لي المقدار اللي يحفظه باليوم وأنا أسمع له نفس المقدار، لأن لابد من التسميع والقراءة اليومية. طبعا يمكن بوقتنا هذاك ما كان يعني الحلقات يعني متوفرة مثل الآن، ما كانت يعني المشايخ ما شاء الله يعني متوفرة مثل الآن ما شاء الله الإجازات، الناس التفتت إلى موضوع القراءات العشر. وحتى ذاك الوقت ما كان في التكنولوجيا المتاحة أن الإنسان يستطيع أن مثلا السماعات. أنا كنت يعني عندي مسجل أحفظ بالديوانية الظهر، الفجر بالمسجد، بعد صلاة الظهر إلى الغداء يعني حزت رجوع من الدوامات وكذي، فإلى الغداء يعني أقعد بالديوانية وأشغل مسجل علي جابر، أشغل صفحة كاملة وأنظر فيها يعني تسمع المصحف. أنظر مصحف وهو يقرأ علي جابر، ما أقرأ معه، أتبع بعيني، ثم يخلص الصفحة أعيد مرة ثانية وأقرأ معه، وأعيد مرة ثالثة إلى أن أشوف نفسي أنه قدرت أحفظ، فأسكر المصحف وأسمع لنفسي، وبعدين أنتقل إلى الصفحة اللي بعدها، لأني كنت مثل ما قلت لك حاط يعني تارجت معين أو هدف معين، أن في كل شهر تقريبا 4 أجزاء، اللي يحفظ ربع حزب في الأسبوع تقريبا يحفظ جزء ما شاء الله كامل. وهذا حلو بعد أن الإنسان يسمع حق صديق له، والله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين. نعم، يستعين يعني بالمؤذن بالإمام، المهم أنه يداوم مع شخص حتى يصير تنافس بعد. نعم، أما يقول أنا بسمع حق نفسي لا يعني يتكل طيب استأذنك معنا اتصالات الأخت شيخة من الكويت.